السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم تارت بالتفاح، كتجي رائعة جدا جدا. دوزو الآن المقادير. غنحتاجو 2 بيضات، نص كاس ماء دافئ، كاس ديال سنيدة، كاس زيت، فاني، واحد خمارة أو بيكينغ باودر 8 غرام، دقيق حسب الخليط. عندي هنا 2 تفاحات كبار مقطعات طراف صغار وعصرت عليهم نص حامضه، وهنا عندي لو زيست ديال الحامض. فقط هادشي اللي غادي نحتاجو. غادي نضيف 2 بيضات، نزيد سنيده، نخلط هاد المكونات مزيان، نضيف الزيت، الماء دافئ، وقشور حامضه الكوكا، كنخلطو مزيان. غادي نضيف التفاح مع الحامض، كيعطي واحد البنه رائعه جدا، كنتمنى تجربوها ان شاء الله، غادي تعجبكم بزاف. غادي نضيف فاني، وغادي نضيف الدقيق. غادي نضيف الدقيق مع الخماره مغربلين، نخلط هاد المكونات. نستمر باضافه الخليط الدقيق حتى كنحصلوا على خليط على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، كيجي ثقيل شويه. كناخذ قالب اللي دهنته بالزيت ورشيتو انا بالسميده رقيقه، تقدروا ترشوه بالدقيق الابيض ايضا حسب الاختيار ديالكم، ولكن كيجي بالسميده رقيقه احسن وافضل. دابا غادي نصب الخليط ديالي في القالب، بحال هكا، ومن بعد كندخلوه للفرن على درجه الفرن الكهربائي درجه حراره 160 درجه. كنشعلو لتحت حتى كطيب، عاد كنحمروها من الفوق، نشعلو الفوق. والفرن العادي كنديرو على عافيه مهيله وكنديروه لتحت حتى كيطيب، عاد نشعلو عليه الفوق باش يتحمر ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال لا طارت ديالنا، كتجي في الصراحه رائعه في المذاق وحتى في الشكل. نقطع لكم واحد المغصو باش تشوفوا كي كيجي. كتجي هشيشه بزاف ولذيذه كما كتشوفوا. يعني المذاق ديالها في الصراحه رائع رائع، كنتمنى تجربوها. والى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو مع العائله والاصدقاء، وما تنساوش تشتركوا في القناه بالنسبه اللي مازال ما اشتركش باش توصلوا بالجديد. كنشكركم بزاف على المتابعه وعلى تشجيعاتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.